وكل مشاكل الأنثى سواء في المبيض أو في الرحم أو في الدورة أو في المفاصل بدايتها في الأصل مع الأب. مش معنى كده إن الأب كان بيتعامل وحش، مش شرط إنه يكون بيتعامل وحش على فكرة، بس هي مشاعرها تجاهه اتكونت كده، إما إن هو مقصر أو مش موجود بوفاة مثلا، ما كانش الأمان المادي بتاعها، المحبة حد المطالبة بفوق الحدود، اللي هو بيطالبها إن هي تكون ذكر، هي مسؤولة عن نفسها. في نوع من المحبة كده، إن أنت أحسن من الكل. التخلي، الرفض، التنمر، فكلها في الأصل متعلقة بالذكر مع الأب من الأول خالص. هل هو حقيقي عمل ده؟ لا، مش شرط يكون هو ده الواقع. يعني كان في حالة تكيس بتحضر معانا، كانت بتقول إن هي شايفة إن والدها مقصر معاها ومش مديها الاهتمام الكافي ولا بيحبها كفاية. طب مين اللي جابك هنا القاعة أصلا؟ قاعة المحاضرات هو. مين اللي هيروحك؟ هو أصلا مستنيني تحت. طيب ما أثر معاكي في دراسة، في مصاريف دراسة، لا، في الجامعة الأمريكية. طب مشكلتك انت شايفاه مقصر ليه؟ عشان هو بيراعي بنت عمي زيي، بنت عمي متوفي، وهو بيصرف عليها زي ما بيصرف عليا، بيهتم بيها زي ما بيهتم بيا. فمش كون الشعور موجود ده معناه ان هي حقيقة. خلينا متفقين ان المشاعر ملهاش علاقة خالص لا بالواقع ولا بمنطقة العقل